ازيكم عاملين ايه؟ شايفين بقى انا جايه النهارده كده وايديا يعني مليانه ومليانه بالقوي كمان يا جماعه. مليانه ب30 كيلو. اللهم بارك كده. جات لي عدايه الطماطم ديت وقلت والله بقى ايه، مش خساره فيكم كده، واصور لكم واقول لكم انا بشيل الطماطم ازاي وبعمل بيها ايه. وبصوا، مش هحرمكم من حاجه. عامة كده يا جماعة، لو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ونورتوني وعلى دماغي من فوق. طبعا حبايبي اللي متابعيني كده وبيتفرجوا، لازما نحط اللايك، ها، عشان انتوا اصلا ما بتحطوش لايكات يعني. بلاش ايه يعني، نكدب كده على بعضينا، انتوا مش بتحطوا لايك. شايفين بقى الطماطم حلوه ازاي؟ ما شاء الله، حمرا وجميله وبصوا الايام ديت يا جماعه، استغلوا ان هي موجوده في السوق كده قبل ما تبدا تغلى. طبعا هي بدات الايام ديت ترفع شويه ب8 تقريبا او كيلو ونص حسب المكان اللي انت موجوده فيه. بس عامه كده انا لما كانت جايالي جاتلي كده كلها على بعضيها، ومسكتها وهبدا ان انا اعملها. تقريبا يعني كان ب130 ب120، مش فاكره بالظبط لاني مش انا اللي دفعت فلوسها، المفروض ان جوزي هو اللي دفع الفلوس. بصوا يعني حلوه حلوه حلوه، اللهم بارك. كل الكميه دي ما طلعتش غير 2 بس بايظين، لاني كمان يعني ركنتها. انا كنت يعني في الوقت دوت كده بعملها بالليل، اليوم اللي حصل فيه الزلزال، وسبتها ونزلت. يعني انا سبتها ونزلت عشان كنت خايفة، رحت عند حماتي، وتاني يوم يعني رحت بقى ايه كملتها. هي ديت تقريبا اللي طلعت بايظة، وواحدة كمان. لكن اللهم بارك يعني القفص كله او العداية كلها طلعت جميلة جدا. انا هنا كنت بنقضها معاكم الناشفة كده، هحطها في الحوض عشان خاطر اغسلها، واللي هي مثلا الطرية او فيها كده اي حاجه مش مستحبه هحطها برضو في المصفى ديت كده على جنب عقبال ما اخلص التانية. بس يعني زي ما قلت لكم كده، الايام ديت ايام الطماطم، هاتيها اعملي كاتشب في البيت وشيليه في الفريزر، مفيش اي مشكله عادي، طلعي على قد الاستخدام بتاعك. في ناس مثلا بتحب تعمل اللي هو ايه، مثلا صلصه بطماطم، صلصه ببصل، تسبيكه محشي، مش عارفه ايه الكلام ده كله. انا كنت بعمل الكلام دوت قبل كده، لكن صراحه دلوقتي ما بقتش بعمله. انا كل اللي انا هعمله معاكم ان انا دلوقتي هغسل الكميه في الحوض ديت بعد بقى ما خلصت كده ونقطت القفص كويس. وادي الكميه اللي هي الطريه اللي طلعت، وخلاص خلصنا على كده. هغسل بقى الكميه اللي في الحوض دي كلها، وهشيل كده منها العنقود الاخضر، اغسلها مره واتنين، وهسيبها يعني في المصافي كده تتصفى. بعد ما بتتصفى خالص بروح حطها في الفريزر زي ما هي. يعني انا عامله درج في الفريزر للطماطم، صراحه بتقعد معايا يعني من السنه للسنه. لما باجي اطبخ مثلا بطلعها، اروح مقشره القشره من عليها وضربها في الخلاط وبطبخ كاني جايبه طماطم فريش. يعني صراحه انا بالنسبه لي دي اكتر طريقه مريحاني، واكتر طريقه عجبتني، وحسيت ان هي ما بتغيرش طعم الطماطم. اما بقى الحبه اللي هم الطريين دولت، فحبيت كده ان انا مثلا استغل ايه التفريزات بتاعت رمضان اللي انا بعملها. شايفين بقول لكم ايدي باشت ازاي؟ ورحت ايه مسبكه كده اللي هي تسبيكه محشي، او عملتهم مثلا صلصه بصل وزيت، ايا كان بقى. مثلا هعمل بيهم محشي، هعمل خضار مثلا هيطبخ ببصل. المهم ان انا ايه عملت الحبه الطريين دولت كده علشان خاطر استغلهم في اي حاجه، والاغلبيه ان انا يعني هستخدمهم في المحشي. انا بس كل ما عملته ان انا يا دوب قطعت البصل وحطيته كده في الزيت. انا ما بحبش البصل نهائي ياخد لون، انا بحب يعني التسبيكه بتاعتي تكون فاتحه كده، لان اصلا كمان انا ما بحبش اسبك الخضار، انا بحب الحاجه تكون نيفنا. يا دوب بس كده اللي هو يبدا يتغير لونه، بروح نازله عليه بالطماطم اللي انا ضربتها، واديتها رشه ملح ورشه سكر لحد ما اتسبكت معايا، وبقت بالطريقه دي لونها اللهم بارك حلو جدا جدا. وعبيتها في اكياس وحطيتها في الفريزر. في الوقت ده كمان بقى كنت بعمل لكم تفريزات القرنبيط. استنوا الفيديو دوت يا جماعه بتاع القرنبيط، حاجه يعني تحفه جدا جدا. هنا طبعا كنت خلصت اللهم بارك الكميه اللي معايا، ويعني خلاص كده الطماطم اهي اتسبكت وسبتها بردت تماما، وهحطها في اكياس واحطها في الفريزر على طول. وادي التانية كده هروح بقى حطها في الدرج بتاع الفريزر بتاعي جنب الحبه اللي كانوا باقيين عندي من قبل كده. دي اسهل طريقه للطماطم، واضمن لكم اللي هي ولا هتغير لون ولا طعم ولا اي حاجه يا جماعه. جربوها واستغلوا الموسم بتاعها.